فيلمنا بيبدأ في اسم الشرطة مع واحد اسمه دايسو، واللي بيكون مقبوض عليه بتهمة التحرش، وبيفضل مستني ضامن يخرجه ويدفع عنه الكفالة لحد ما بيتأخر الوقت وبيظهر صديقه جو هوان وبيدفع الكفالة وبيخرجه من الاسم. وبيوصلوا لكشك تليفون عمومي، وبيتصل دايسو ببنته لعيد ميلادها النهارده، وبيقول لها انه جايب لها هدية هتعجبها، وبيخلي صاحبه جو هوان يكلمها وبيتمنى ليها عيد ميلاد سعيد. وبتمر شهور على اختفاء دايسو، وبيكون مخطوف ومحجوز في غرفة صغيرة ما فيهاش حاجة غير التلفزيون، وبيشوف عليه خبر قتل مراته وان اللي خطفه لفق له الجريمة. فبيحاول دايسو انه ينتحر بعد ما فقد الامل انه يخرج من المكان ده، وفي كل مرة بيحاول ينتحر فيها بتشوفوا كاميرا المراقبة، وبيكون في حد مسؤول بينشر غاز منوم عشان ما يموتش نفسه. وبيفكر دايسو مين اللي ممكن يكون عمل معاه كده، وبيكتب اسماء كل الاشخاص اللي ممكن يكون اذاهم في حياته واللي ممكن يكونوا خطفوه عشان ينتقموا منه، ولكن ما بيوصلش انه يعرف مين اللي خطفه، وما بيكونش كمان عارف هو مخطوف ليه. فبيفضل يتمرن على اساليب القتال طول ما هو محبوس لمدة 15 سنة، وطول مدة حبسه محدش كان بيدخل عليه ولا عارف مين اللي خطفه اصلا. بيتوعد اللي خطفه انه هيعذبه بابشع الطرق لو خرج. وبعد خطفه وحبس دايسو لمدة 15 سنة وبتعمل له واحدة تنويم مغناطيسي، وبيصحى وبيلاقي نفسه في مكان بعيد عن اللي كان فيه، وبيجي له واحد مشرد بيديله محفظة فيها فلوس وموبايل، وبيقول لدايسو انه ما يسالهوش عن حاجة وبيمشي. وبيكون دايسو ما كلش حاجة طول اليوم، فبيروح لمطعم سوشي، وهناك بيقابل الطباخة وبيكون بيشبه عليها جدا، بس بالنسبة له هو اول مرة يشوفها، وبيطلب منها انه ياكل اخطبوط حي. وهو هناك بيجي له مكالمة من الشخص اللي خطفه، يسأل دايسو اذا كان عارف هو مين، فبيقول له دايسو فوق ال 20 اسم، ولكن اللي بيتكلمه بيقول له انه مش واحد منهم، وان دايسو يفكر في ايام المدرسة. فبيسأله دايسو هو اتعمل له تنويم مغناطيسي ليه، فما بيردش عليه اللي بيكلمه، بيقول له ان دايسو يحاول يوصله بسرعة وانه مفتقده، وبيقفل المكالمة. وبعدها بيوصل لدايسو الاخطبوط الحي اللي طلبه وبياكله، ولكن بتلمس ايده الطباخة فبيغمى عليه، وبتاخده الطباخة بيتها عشان تخلي بالها منه، وبيكون اسمها ميدو، وبتقرا مذكرات دايسو وهو نايم لحد ما بيفوق دايسو وبياخدهم منها. فبتروح ميدو الحمام بعدها، ولكن دايسو بيتهجم عليها، وده بيكون بسبب الكبت اللي هو كان فيه ل 15 سنة. وبيفوق دايسو من اللي هو فيه وبيعتذر لها وبيبقى عايز يمشي، ولكن ميدو بتمنعه انه يمشي، وبتقوله انها حاسة بيه وانها قرت قصته في المذكرة، وانها جابته البيت عشان هي معجبة بيه. فبيتعرفوا على اسامي بعض، وبيفضل دايسو بايت عندها. وفي اليوم اللي بعده بتجيب ميدو جواب عليه عنوان بنت دايسو قبر مراته، وبتديهوله، ولكن بيقول لها انه هيبقى يروح لهم بعد لما يقتل اللي حبسه ال 15 سنة الاول. وبيبقى دايسو عايز يوصل ليه، فبيروح مطاعم كتيرة في المدينة عشان يعرف المطعم اللي كان بيجيب له اكل منه وهو محبوس، وما بيكونش قادر يغلط في طعم اكل المطعم بطعم اكل تاني، وده لانه كان بياكل نفس الاكل يوميا لمدة 15 سنة، وبيسجل بيانات كل مطعم بيروحه في دفتر. وفي مرة بياخد دايسو باله من ميدو وهي بتكلم حد عن طريق الفيديو كول خلال الانترنت، فبيسألها مين ده، فبياخد باله اللي بيكلم ميدو من دايسو، وبيسأله عن حاله بره السجن عمل ازاي، وبيكتب اسم دايسو في الشات. فبيسيب دايسو البيت بسرعة وبيقول لميدو انه مش واثق فيها، وبيبقى حاسس ان ليها علاقة باللي خطفوه. وبعدها بيوصل دايسو لمطعم اسمه التنين الازرق، وبيعرف ان هو ده المطعم اللي كان بيوصل الاكل لاوضته وهو محبوس، وبيروح يتتبع عامل التوصيل واللي بيكون رايح للمبنى اللي فيه الاوضه اللي كان محبوس دايسو فيها. وبيوصل للمدير بارك واللي بيكون في اوضته شاشات مراقبه للمحبوسين، واللي دايسو كان واحد منهم. وبيبقى دايسو عايز يعرف من بارك مين اللي خطفه، ولكن بيكون بارك عنيد وبيقول له ان معلومات عملائه سريه وما ينفعش يقول له عليها. فبيربطه دايسو بيعذبه لحد ما بيكلم وبيقول له انه ما شافوش شخصيا، بس عنده شرايط تسجيل صوتي ليه. وبياخد دايسو الشرايط من مكتب بارك وبيطلع بره، ولكن بيقابله رجاله بارك وبيكونوا اكتر من ال 15 شخص، ولكن دايسو بيقدر يتصدى ليهم لوحده نتيجه تمرينه 15 سنه في الاوضه. وبيطلع دايسو من المبنى وبيكون متعور وبينزف بسبب الخناقه، وبيقع على الارض وسط الناس في المدينه. فبياخد واحد باله من دايسو وبيركبه تاكسي، وبيقول للسواق يوديه للعنوان اللي فيه ميدو، وبيودع الشخص ده دايسو، وبيطلع ان الشخص ده هو اللي خطفه، ولكن دايسو ما بيكونش قادر ينزل من التاكسي ويجري وراه لانه بيكون تعبان جدا، وبيغمى عليه وهو في التاكسي. وبيفوق دايسو بعد فتره وبياخد باله ان ميدو خيطت كل جروحه ونامت جنبه من التعب على الارض، فبيسيبها نايمه وبيشغل شرايط التسجيل اللي اخدها من بارك، وبيسمع كلام اللي خطفه مع بارك من التسجيلات. وبيروح بعدها يقابل صديقه جو هوان اللي ما شافوش من 15 سنه، وبيكون شغال في مقهى انترنت، وبيسمعه دايسو الشرايط وبيساله اذا كان عارف صوت اللي بيتكلم ده يبقى مين. ولكن جو هوان ما بيكونش عنده فكره، ولكن بيجرب انه يفتح حساب ميدو على منصه التواصل الاجتماعي في كوريا، وبيلاقي ان واحد من شركه ايفر جرين بعت رساله ليها ومكتوب فيها ان دايسو ما بقاش مسجل خطر. فبيروح دايسو لبيت ميدو وبيربطها في السرير وبيسالها مين ايفر جرين، ولكن بتجيله مكالمه من جو هوان بيقول له انه عرف عنوان صاحب شركه ايفر جرين. بيروح دايسو بسرعه للعنوان وبيلاقي هناك واحد ومعاه حارس شخصي، وبيكون عامل عمليه في قلبه ومركب جهاز للتحكم في سرعه دقات القلب.
وجهاز التحكم مع اللي خطفه واللي اسمه ووجين، وانه ممكن ينتحر في وقت هو عايزه. فبيضطر دايسو انه ما يعملوش حاجه عشان لو ووجين مات مش هيعرف دايسو هو اتحبس 15 سنه ليه. فبيكون الغرض من المقابله ان ووجين يذل دايسو، وبيقولوا ان في حد مربوط في السرير المفروض دايسو يقلق عليه. وبيمشي ووجين والحارس، وبيكون دايسو سرحان بعد لما اتكلم مع ووجين، وبيفتكروا انه رابط ميدو في السرير وان ووجين كان بيتكلم عليها وانها في خطر. فبيروح لها دايسو بسرعه البيت، وبيلاقي هناك بارك ورجالته عايزين ينتقموا من اللي عمله دايسو فيهم. وبيكون بارك مركب طقم اسنان جديد بدل اللي دايسو خلعهم له، وبيخلي رجالته يكتفوا دايسو عشان يخلع له اسنانه. ولكن ووجين بيتصل بموبايل بارك وبيقول له انه يسيب دايسو وبيديله فلوس. فبيعمل بارك اللي طلب منه وبيسيبه، وهو طالع بيهدده دايسو انه هيقطع له ايده اللي اتحرش بيها بميدو. وبنكتشف ان ووجين هو صاحب شركه ايفر جرين، وانه مركب اجهزه تصنت في هدوم دايسو. وبيعرف ان ميدو استقالت من المطعم، وبيتابع كل تحركاتها هي ودايسو، واللي بيكونوا واقف حب بعض وبيدخلوا علاقه مع بعض بالليل في فندق. وفي الصبح بيبعت ووجين صندوق لدايسو، وبيكون فيه ايد بارك اللي كان عايز دايسو انه يقطعها له. فبيعرف دايسو انه متراقب ومسموع على طول، فبيروح لفني الكترونيات علشان يشيل اجهزه تتبع من عليه. وبتكون ميدو بتعمل بحث عن ايفر جرين، وبتعرف ان صاحبها كان في مدرسه سان جنوك واللي كان فيها دايسو وصديقه جوهان. فبيفتكر دايسو ان كان في المدرسه واحد اسمه ووجين واخت ليه من عيله ايفر جرين. وبيسال جوهان عن اخت ووجين، فبيقول له انها كانت عاهره وماتت في البحر من زمان. وبيكون ووجين في مقهى الانترنت بتاع جوهان وبيسمع الكلام اللي بيقولوه عن اخته، فبيطلع السي دي من الكمبيوتر وبيكسره وبيعمله سكينه وبيقتل بيه جوهان. بيكلم دايسو وبيقول له ان اخته مش عاهره. وبعدها بيوصل دايسو لبارك وبيديله الخاتم اللي كان في الايد المقطوعه، وبيطلب دايسو من بارك انه يخلي ميدو عنده في الاوضه وما يخرجهاش عشان بيبقى خايف عليها من ووجين. وبيساعده بارك لان ووجين بقى عدو ليه، وان عدوه يبقى صديقه. وبيوصل دايسو لعنوان كوافير كان فيه ورقه دعايه ليه موجوده في الكتاب السنوي لمدرسه ووجين، وبيسال هناك عن اخت ووجين، وبتقوله صاحبه الكوافير ان اخت ووجين ما كانتش عاهره، ولكن كان طالع عنها اشاعات بده وما عرفتش انها تبرأ نفسها. فبيفتكر دايسو اللي حصل ايام الثانويه، وانه شاف ووجين بيعمل علاقه مع اخته في المدرسه، وقال لصاحبه جوهان على اللي شافه وطلب منه ما يقولش لحد. ولكن جوهان قال لصاحبته على اللي حصل، وصاحبته عرفت المدرسه كلها. وبعد كده بيقرر دايسو انه يروح لوجين عشان ينهي النزاع اللي بينهم، وبيطلع مقر شركه ايفر جرين وبيوصل لوجين وبيقول لوجين انه شافه وعمل علاقه مع اخته، وبيقول له دايسو ان اخته ماتت بسبب ده. ولكن وجين بيقول لدايسو انها ماتت بسببك، وان دايسو قال عليها كمان انها حامل من اخوها. وبيقول ووجين انه عمل التنويم المغناطيسي عليه وعلى ميدو لسبب، وانه خلاهم يتقابلوا وخطط لكل حاجه تحصل بينهم لسبب، وانه كان عارف ان دايسو هيقع في حب ميدو ويعمل معاها علاقه لسبب، والسبب ده هيعرفه دايسو لما يفتح صندوق معين. وبيشاور ووجين لدايسو على صندوق في القاعه، وبيروح دايسو يفتحه فبيتصدم وبيلاقي البوم صور بنته وهي بتكبر، وبياخد باله ان ميدو تطلع بنته، وانه حب وعمل علاقه مع بنته. وده كان انتقام ووجين من دايسو، ده غير كمان حبسه لدايسو 15 سنه. فبيتجنن دايسو وبيحاول انه يقتل ووجين بمقص، ولكن الحارس بيمنعه وبيضربه وبيخنقه وكان هيموته، لحد ما ووجين بيطلع مسدسه وبيضرب النار على الحارس وبيقتله. وبيخلي دايسو يتصل على ميدو وبيسمعها وهي بتقول له انه جالها صندوق مش عارفه فيه ايه وخايفه تفتحه. فبيصرخ دايسو بيقول لها اوعي تفتحيه عشان هو عارف انها هتعرف ان ابوها من الصور اللي في الصندوق، وبيقول لها تقفل المكالمه وهو هيروح لها قريب. وبعد ما بيتحايل دايسو على ووجين انه ما يخليش ميدو تفتح الصندوق، وبيقول له انه هيعمل اي حاجه وممكن يبقى الكلب بتاعه ويفضل طول حياته يذل فيه. وبيلحس دايسو جزمه ووجين وبيتصرف زي الكلاب، وبيفضل ووجين يضحك عليه. فبيجيب دايسو المقص وبيقطع لسانه اللي اتكلم بيه عن اخت ووجين، فبيحط ووجين قماش في بق دايسو عشان النظيف. وبيقول لبارك اللي بيوري الصندوق لميدو انه يرجع وياخد معاه الصندوق. وبيقوم ووجين يقف وبيقع منه جهاز التحكم بقلبه، فبياخده دايسو وبيدوس على الزرار عشان يقتل ووجين. ولكن بيطلع ووجين انه كذب عليه بخصوص الجهاز، وان جهاز التحطم لما شغله دايسو طلع متوصل بجهاز تسجيل، وشغل مقطع صوتي لدايسو وهو بيعمل علاقه مع بنته. وبيفضل الصوت شغال عليه في القاعه، وبيدخل ووجين الاسانسير وبيفتكر اخته اللي انتحرت قدامه وهو بيصورها ورمت نفسها في البحر، وبيكون عايز ينتحر من ساعتها، ولكن بيقرر انه يعمل ده بعد لما ينتقم لاخته. فبينتحر ووجين بعد اللي عمله في دايسو. وبعد ما ووجين بينتحر بيروح للبنت اللي عملت له التنويم المغناطيسي عشان تشيل من دماغه فكره ان ميدو تبقى بنته وان يشوفها بس كحبيبته. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في ال50 عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.